شيماء محمد واحدة من الوجوه الجديدة اللي ظهرت في الدراما اليمنية، وتحديدا في العام الماضي عندما أخذت شخصية ثريا في مسلسل غربة البن الجزء الثاني بديلا عن الممثلة أفنان الوصابي. وبعد هذا الظهور الأول استقطبتها الشركات والمؤسسات لعمل إعلانات لمنتجاتها الخاصة، رغم أن الكثير انتقد ظهورها الضعيف في مسلسل غربة البن، والبعض علق بأن شيماء دخلت الفن بسبب جمالها. وبعد ظهورها في غربة البن قالت شيماء في إحدى اللقاءات التلفزيونية مع قناة المهرة أنها تعرضت للعديد من التهديدات التي تطالبها بالتوقف عن التمثيل، لأنه حسب رأي المهددين أنها تسيء لسمعة إحدى الجماعات والقبائل الكبيرة التي تنتمي إليها شيماء. ولكن رغم كل هذه الانتقادات تستعد شيماء لعمل مسلسل جديد في موسم 2021 مع مجموعة من كبار الممثلين في اليمن، وهذا المسلسل هو مسلسل خلف الشمس. المسلسل الذي يتم تصويره حاليا في مدينة عدن، ويخرجه المخرج المبدع دائما وليد العلفي، ويناقش المسلسل بعض القضايا الاجتماعية التي تهم المواطن بقالب كوميدي ودرامي. ويشترك في البطولة مع شيماء مجموعة من ألمع نجوم عدن وصنعاء، وعلى رأسهم عبد الله يحيى إبراهيم، مبروك متاش، خالد حمدان، وغيرهم الكثير من نجوم صنعاء وعدن. الكثير من تفاصيل هذا المسلسل وأيضا بقية المسلسلات التي ستعرض في موسم 2021 تجدوا في هذا الفيديو الذي يظهر أمامكم الآن. اكتبوا لي في التعليقات رأيكم في أداء الفنانة شيماء محمد، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، ونشوفكم في فيديو جديد. مسلسل الجمرة الجزء الثاني. بعد أن حقق هذا المسلسل نجاحا كبيرا في موسمه الأول، يعود إليكم في موسم جديد. بعد أن صرح تفاصيل هذا المسلسل الممثل الكبير زيتون العابدين، وذكر أيضا إن هنالك سيكون منافسة قوية تجمع بين مسلسل الجمرة ومسلسل عيال قحطان، وهذا المسلسل من إخراج المخرج بسام المصري. وهذا المسلسل سوف يعرض لكم على قناة حضرموت الفضائية. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك.